كل سنة وانتوا طيبين يا حلوين، ورمضان يعني سمبوسة على الفطار. تعالى اقولك ازاي تعملي عجينة السمبوسة وتنجح معاكي بإذن الله من أول مرة، وتطلع بالجمال والحلاوة دي، وكمان بحشوة خطيرة لذيذة. يلا نشوف عملناها ازاي. معايا نص كيلو من الدقيق، يعني 4 كوبايات دقيق، عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح وكوباية مية. تمام، وهبدأ أعجن كده وهنعوز مية تاني، فمعايا نص كوباية احتياطي كده على جنب، خدت منها ربع كوباية مية تانية. تمام، يبقى بننزل بالمية واحدة واحدة علشان العجينة بتاعتنا ما تطراش مننا. احنا عايزين العجينة تكون ناشفة شوية، تمام، مش بتلزق ولا أي حاجة، ونعجنها كويس قوي. وده قوام العجينة تحفة، بسم الله ما شاء الله، وماسكة نفسها كده، ايه، مش بتلزق ولا حاجة. هغطيها بقى واسيبها تريح كده 10 دقايق. وفي الوقت ده هحضر في طاسة على النار، حطيت فيها ربع كوباية زيت. تمام، وهنزل عليهم ب3 معالق كبار من الدقيق، وهبدأ اقلب كده الزيت مع الدقيق كويس، وادوب الدقيق كده على نار متوسطة. واول ما يبدأ يفور كده معانا، خلاص هو كده تمام، هديله تقليبة كمان وارفعه من على النار واسيبه يبرد. ونرجع للعجينة بتاعتنا بعد ما ارتاحت. هبدأ بقى اقسمها ل 12 قطعة. تمام، يبقى نص كيلو دقيق قسمته ل 12 قطعة، وفي صينية عليها رشة دقيق برصهم عليها واغطيهم، اهم حاجة علشان وشهم ما ينشفش. واخد اول واحدة قطعتها، هبدأ بيها بقى عليها رشة دقيق كده من فوق ومن تحت، وابدأ افردها بالنشابة او المبينة. تمام، ما افردهاش فردة كاملة، يعني نص فردة كده زي ما انتوا شايفين، يا دوبك كده نفردها بالمبينة بقى او بالنشابة الموجودة عندك، مفيش اي مشكلة. تمام، وهبدأ افرد اول حاجة 4 قطع، تمام، من العجين. وبعد كده هجيب بقى الخليط اللي احنا عملناه، الزيت والدقيق، مهم جدا اقلبه كده قبل ما ابدأ ادهن منه وش العجينة. تمام، وبالمعلقة او الفرشة هبدأ ادهن بقى وش العجينة كويس قوي. اهم حاجة الاطراف ان احنا ندهنها كويس. تمام، وهحط كده ال4 على بعض وادهن ما بينهم، دي كده التالتة. واخر واحدة ما بدهنهاش، يبقى كده حطينا 4 طبقات فوق بعض، الاخيرة ما بنبقاش بندهنها. واسيبهم على جنب لحد ما اخلص الكمية كلها، وارجع لها تاني، ادي رش دي من تحت ورش دي من فوق، واديها بقى الفردة التانية اللي هي الفردة الكاملة الاخيرة، برضو بالنشابة او بالمبينة او بالبردلة، المتوفر عندك يا ست الكل، كله ينفع. تمام، هفردها بالشكل ده. عارفين عجينة العيش السوري وطريقته زيها بالظبط، بس الفرق ان احنا في الاخر بنقطع العجينة. استمروا بس معايا في الفيديو لحد ما تشوفوا الطريقة كاملة، وبجد النتيجة تحفة جدا والعجينة ممتازة. هكبرها كده والسمك يكون رقيق زي ما انتوا شايفين. وهعمل معاكم واحدة كمان بالمبينة بقى، علشان الناس اللي ما عندهاش نشابة او ما بتعرفش تستخدمها تستخدم المبينة. وبكل بساطة وسهولة ببدأ أفرد من جوه لبره كده، وأهم حاجة برفعها وأحط تحتيها رشة دقيق علشان ما تلزقش مني. وبالمبينة بفرد من جوه لبره زي ما انتوا شايفين، واتك على الحروف. تمام، وكده فردناها بسمك رقيق، بسم الله ما شاء الله، تحفة. ده كده سمكها. في صينية بطاطس بقى، صينية كبيرة، ببدأ أقلبها وأحطها على النار على البوتاجاز كده من فوق، وأبدأ أحط عليها بقى العجينة بتاعتنا بعد ما فردناها. واهم حاجه ان نحط العجينه بعد ما تكون الصينيه بتاعتنا سخنت كويس قوي. تمام، وبتاخد على كل جنب 10 ثواني، وابدا اقلبها، ما بتاخدش اكتر من كده. تمام، علشان تفضل طريه معانا وحلوه زي ما انتوا شايفين كده بكل بساطه وسهوله. وبصوا بتبدا تنفخ وتقب ازاي، بسم الله ما شاء الله عليها، بجد تحفه. هطبقها التطبيقه دي، واهم حاجه ان احنا نطلعها على طول في كيس بلاستيك نضيف كده، ونقفل عليها كويس علشان تفضل طريه معانا ما تنشفش. وبعد ما بنسوي الكمية كلها يا حلوين، ببدأ اخد كده من الكيس اول واحدة زي ما انتوا شايفين وافردها. وبصوا بقى الطبقات مش لازقة في بعض وبتتفك مننا بكل بساطة وسهولة. وده طبعا راجع للزيت والدقيق اللي احنا دهناه مع بعض. الخليط ده مهم جدا، وزي ما قلت لكم ان احنا ندهنه كويس على الاطراف كمان. بسم الله ما شاء الله، بجد تحفة. بسكينة حامية بقى ببدأ كده اساوي الحروف بتاعتها الاطراف، وهقسم كل مستطيل ل3 مستطيلات بالطول كده زي ما انتوا شايفين. وبالنظر كده يا حلوين حاولوا تخلوهم قد بعض، ولو عايزين تقيسوا بمسطرة مفيش اي مشكلة. انا عملتها بالنظر كده وطلعت تجنن وتحفة، احلى سمبوسة سريعة وسهلة. وبجد بترمي معانا كمية كتير جدا، من نص كيلو دقيق عملت سمبوسة كتير. وبجد ما شاء الله عليها، شايفين قد ايه بقى خفيفة وشفافة ومرنة كده، وبجد ما شاء الله عليها تحفة. نحضر مع بعض ألذ وأسهل حشوة. جبت فلفل متقطع صغير وعليه زيتون برضو قطعته صغير وطماطم،
وجبنة شيدر وجبنة موتزاريلا، وكمان معلقة صغيرة كده من الزعتر، وكمان معلقة كبيرة من الكاتشب، وممكن تحطوا معلقة كبيرة من الصلصة بدل الكاتشب، وبقلبهم مع بعض كويس قوي. وكده جهزت معانا احلى بجد حشوة وبتبقى خطيرة. وجبت كمان في بولة تاني كده، حطيت فيه معلقة دقيق ومعلقة مية كده، هنزل بالمية واحدة واحدة لحد ما اقلبهم مع بعض ويبقوا ايه خليط سائل. وبصوا بقى نبدأ نحشي السمبوسة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله بجد تحفة. بكل بساطة وسهولة يا حلوين بقفلها على شكل قرطاس، وبعد كده ببدأ أحشيها بمعلقة من الحشو، وأتني كده هنا على هنا لحد ما توصل معانا للآخر. والطرف الأخير بدهنه بقى من الدقيق والمية اللي احنا عملناه مع بعض، وأقفله كده لجوه علشان يلزق. وبس كده جهزت معانا. نعمل مع بعض واحدة كمان. بصوا بقى قد ايه خفيفة السمبوسة بتاعتنا وتحفة. زي ما انتوا شايفين بتاخدي الطرف ده كده على ده بحيث ان هي تبقى زي القرطاس تمام. وباخد معلقة من الحشو وبقفل كويس بالشكل ده كده. زي ما انتوا شايفين ركزي في الطريقة وان شاء الله هتبقى سهلة عليكي. وفي الوقت ده يا حلوين ممكن طبعا تحشوها كلها، تحشوا الكمية كلها وتبدأوا تفرزوها في أكياس كده في الفريزر أو في أطباق تمام. وممكن برضو من غير ما تحشوها ان انتوا تفرزوها، مفيش أي مشكلة تمام. وبعد ما بخلص بقى هقلي في زيت كده سخن، هبدأ انزل بالسمبوسة بتاعتنا. واهم حاجة ان احنا نقلبها على طول وما نطولش عليها في الزيت ونخرجها. بصوا بسم الله ما شاء الله العجينة بتاعتنا عملت بقليل كده كده، ده من نجاح. بصفيها كويس واقدمها، وبسم الله ما شاء الله بجد السمبوسة طالعة ناجحة جدا وممتازة. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة وتقولوا لي رأيكم، وطبعا تجربوها. وبس كده، سلام.